عليكم شباب وبنات، شلونكم؟ اتمنى تكونوا بخير وسعاده والبسمه ما تفارق وجوهكم ابدا. اهلا وسهلا بكم بمقطع جديد. اليوم باذن الله ومن خلال هذا المقطع حنستعرض لكم جميع سكنات الرويال باس من RB1 ل RB100، بالاضافه حنتحدث عن موعد نهايه السيزون 16 وموعد بدايه السيزون 17 ومتى حيفتح الرويال باس حق السيزون 17. فاللي بدي اياه منك يا حبيب قلبي تنزل تحت وتتاكد انك مشترك بالقناه ومفعل الجرس حتى ما يفوتك اي مقطع على طاري ببجي موبايل. وخلينا نبلش في المقطع. So let's get started. I got broads in Atlanta, just took a lean in the family, credit cards in the scammers, getting the licks in the family, legacy, family. اوكي حبايب قلبي، مثل ما جاي تشوفون امامكم انه اليوم بلشنا بالاسبوع السابع وفاضل ايضا الاسبوع الثامن، يعني متبقي اسبوعين لنهايه الرويال باس حق السيزون 16. وهنا كاتب لك تحت ينتهي في تاريخ 17/1/2021، يعني فاضل لنهايه السيزون بالتحديد 19 يوم وبينتهي السيزون السادس عشر. طب متى ببلش السيزون 17؟ طبعا في عندك بعد التاريخ 17/1/2021 طبعا بنكون بلشنا في السنه الجديده، كل عام وانتم بالف خير. فينتهي في تاريخ 17/1 وعندنا يوم صيانه 18، فالسيزون 17 ببلش في تاريخ 19/1 باذن الله وبينتهي هذا السيزون 17/1. فبعد ما عرفنا يا حبايب قلبي موعد نهايه السيزون 16 وموعد بدايه السيزون 17، خلينا نبلش في استعراض الرويال باس حق السيزون 17. اوكي حبايب قلبي، مثل ما متعودين في كل رويال باس في RB1 بنحصل على بدله وسكن سلاح. طبعا البدله في الرويال باس 1 في السيزون 17 مثل ما جاي تشوفون هذه البدله الاسطوريه جدا جدا اسطوريه، طبعا للبنيات حتكون فجدا اسطوريه. والسلاح اللي حنحصله في RB1 طبعا مثل ما جاي تشوفون امامكم سكن سلاح اليوزي. طبعا اكيد شفتوا هذا السلاح طبعا في RB1 بنحصل عليه، طبعا سكن جدا جدا اسطوري وطبعا بيشبه بنسبه 90% سكن سلاح الاوزي المطور. بعدها بننتقل لسكن RB10، طبعا كالعاده سكن جرينيت الرمانه مثل ما جاي تشوفون، بما انه كريسماس ونهايه السنه وبدايه سنه جديده فهذا السكن حيكون معنا في RB10 جدا جدا اسطوري ولونه خيال وتصميمه جدا جدا جميل. فاكتبوا لي رايكم بهذا السكن بكل صراحه. صراحه هذا السكن جدا اسطوري والكل بيستخدم الرمانات في اللعب فحيكون جدا اسطوري. بعدها بننتقل لرقصه RB20. طبعا في RB20 في كل سيزون بنحصل على رقصه، طبعا مثل ما جاي تشوفون هذه هي الرقصه اللي حتكون في الرويال باس 20. اكتبوا لي رايكم بالرقصه بكل صراحه. وبعدها بننتقل للخوذه القادمه بالسيزون 17 في RB20 مثل ما جاي تشوفون امامكم. طبعا الخوذه ليفل 1 كيف بيكون شكلها، والخوذه ليفل 2 والخوذه ليفل 3. طبعا صراحه التصميم جدا ناري وجدا اسطوري، فصراحه عجبني التصميم جدا. فاكتب لي رايك بهذه الخوذه وهل عجبك التصميم ام لا. وبعدها بنروح للرقصه القادمه RB25 مثل ما جاي تشوفون امامكم. اكتبوا لي رايكم بهذه الرقصه. ننتقل RB30 كعادة كل سيزون بنحصل على مظلة وأيضا سكن طائرة. فسكن المظلة القادم في RB30 في السيزون 17 مثل ما ظاهر أمامكم هذا السكن صراحة جدا أسطوري. اكتب لي رأيك بهذا السكن. مثل ما جاي تشوفون أمامكم أيضا سكن الطائرة في RB30. طبعا سكن لونه نادر جدا، أول مرة يجينا سكن بهذا اللون، لون أخضر صراحة بس جدا أسطوري. اكتب لي رأيك بهذا السكن حق الطيارة أو الطائرة. وبعدها بننتقل RB40 بنحصل كعادة كل سيزون على سكن الطاوة جدا اسطوري هذا السكن لانه لونه مايل للذهبي، وصراحة اني بفنش كثير ناس بالطاوة فبستخدم الطاوة كثير، فيعني بلزمني سكنات للطاوة. فاكتب لي اذا انت من نوع فيكتور اللي بتفنش على طول نوك فينش. طبعا انا بفنش في الطاوة، خلاص بحب افنش في الطاوة مو مثل باقي الناس. اكتب لي تحت رايك في هذا السكن وهل حبيته ام لا.
بعدها بننتقل للار بي 50. بنحصل في الار بي 50 على سكن البكيسي الجبار. طبعا نادر ما تحصل حسابات فيها سكن لسلاح البكيسي لانه سلاح بينزل في الدروب ونادر ما تلعب فيه، فهذا السكن جدا حيكون اسطوري بالنسبه للاعبين. فاكتب لي رايك بهذا السكن بكل صراحه. بعدها بننتقل للار بي 70. طبعا بنحصل على سكن الجنطه مثل ما جاي تشوفون امامكم، ليفل 1 وشكلها بليفل 2 وشكلها بليفل 3، طبعا متناسقه جدا مع سكن الخوذه اللي شفتوه توي، فنفس اللون ونفس التصميم تقريبا. فاكتبوا لي رايكم بسكن الخوذه والجنطه بكل صراحه. بعدها بننتقل لرقصه الار بي، طبعا اللي بتيجي في الار بي 80 مثل ما جاي تشوفون امامكم، رقصه جدا اسطوريه. فاكتبوا لي رايكم بهاي الرقصه يا شباب بكل صراحه. وبعدها بننتقل للار بي 90. بتحصل على سكن سلاح الام 16 مثل ما جاي تشوفون امامكم، واكيد شفتوه عند اكثر من يوتيوبر. فهذا السكن حيكون قادم في السيزون 90. ايش سيزون شو؟ في الار بي 90 ان شاء الله. لما نوصل سيزون 90 بنكون 200. انتم متخيلين احنا لسه في السيزون 17، فلو وصلنا للسيزون 90 بتكون اللعبه انتهت وماتت والناس ماتت اصلا. فمثل ما جاي تشوفون امامكم هذا السكن حيكون قادم في الار بي 90. واخيرا وليس اخيرا بعدها بنوصل ار بي 100 وبنحصل على البدله الميثيك الاسطوريه مثل ما جاي تشوفون امامكم. طبعا سكن بدله جدا خرافي. وملاحظه لاول مره حتيجي البدله معها رقصه، يعني سكن ميثيك وحيكون معه رقصه خاصه بهذا السكن. فاكتبوا لي رايك بكل صراحه في هذا السكن. وطبعا هذه هي الرقصه الخاصه بسكن الار بي 100 مثل ما جاي تشوفون امامكم. صراحه رقصة أسطورية واللبس نفسه أسطورية. وبعدها بننتقل لصناديق الار بي. طبعا حيكون في صناديق الار بي سكنات السيزون الرابع. طبعا أهم سكن في صندوق الار بي هذا اللي هو سكن طبعا مثل ما جاي تشوفون أمامكم سكن الجيب الثلجي، سكن جدا 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 نادر. وعندنا سكن الطاوة الثلجي أيضا سكن جدا جدا أسطوري خرافي، والكل بيتمنى يكون عنده هذا السكن، بس بكون فاتوا السيزون الرابع، بلش من السيزون الخامس يلعب، فبكون راح عليه. فرجعوا لنا هذه السكنات في السيزون 17. وعندنا سكن الطائرة الثلج الأسطوري مثل ما جاء ظاهر أمامكم. يعني صراحة ان شاء الله بس ينزل هذا الصندوق حفتح الصندوق وصناديق الار بي واحصل كل هذه السكنات اللي راحت علي باذن الله. وبكذا يا جماعه الخير بنكون خلصنا من استعراض الرويال باس حق السيزون 17 من ار بي 1 لار بي 100، وتحدثنا عن موعد نهايه السيزون 16 وموعد بدايه السيزون 17. فاكتبوا لي رايكم بالسكنات بكل صراحه، وتاكد انك مشترك بالقناه ومفعل الجرس حتى ما يفوتك اي مقطع على طاري ببجي موبايل. كان وياكم نور من قناه اوكسجين. سي يو سون، بيس اوت.